عاملين ايه؟ جمعة مباركة ان شاء الله. الفيديو ده مختلف شوية. انت عندك عيوب وعندك مميزات، تشتغل على انه الاول؟ ده سؤال الحلقة بتاع النهاردة. انا في الاول اشتغلت على عيوبي، تمام، بدأت اعمل لستة كده وكتبت العيوب اللي انا اعرفها كلها وازاي اشتغل عليها. في الاخر مفيش اي اكشن تم. لو انت عندك عيوب وعندك مميزات، اشتغل ان انت تزود مميزاتك وعيوبك هتقل مع الوقت. ليه؟ باختصار، لو انا دلوقتي عندي عيب التسويف وانا حطيته مثلا في الفوكس زون، ان انا ابتدي اركز عليه قوي، ان انا عندي مشكله تسويف، عندي مشكله التسويف، طول ما انت بتحارب التسويف التسويف هيزيد. لكن لو انت تقبلت المشكله اللي عندك، هتبتدي تعرف ازاي تتعامل معاها صح. انا مثلا عندي تفكير زايد، بوصل لمرحله معينه تفكير زايد، طب انا بعمل ايه؟ بكتب اللي جوه، افكار جوه دماغي وكل المشاعر اللي انا حاسسها، سواء على ورق او بفتح ريكورد مثلا واطلع كل اللي جوايا. وبعد كده بتسمع الريكورد اللي انت عملته او بتقرا اللي انت كتبته. طب وبعدين بقدر بعد كده نشوف ايه اللي انا اقدر اتعامل معاه وايه اللي انا اقدر اتقبله. الافضل بقى انك لما تلاقي نفسك مستق في حاجه او واقف في حاجه معينه، حط بدلها بديل. يعني انا دلوقتي هتكلم مثلا عن مشكله تسويف، انا دلوقتي بسوف ان انا في اكشن معين هحاول انفذه. في تقنيه اسمها بومودورو تكنيك. لو انت والله بتسوف ان انت تعمل حاجه معينه، لا، ركز ان انت تعمل القليل الدائم حسب حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: قليل الدائم خير من كثير المنقطع. انا قبل كده من يومين بالظبط مطلوب مني مذاكره، المذاكره دي كانت لمده ساعه، المفروض ان انا اخلص حاجات معينه في الانجليش، انا ما خلصتهاش بس قعدت 10 دقايق. العشر دقايق دول قدرت ان انا اراجع فيهم قدر الكلمات كويس. بعد ما راجعت قدر الكلمات ده، لقيت ان انا بس اخطأت فيه كلمتين فقط. طب لو انا كنت الاول مثلا في 8 كلمات مش عارفهم، الثمان كلمات دول نزلوا بكلمتين فقط. انت متخيل في فرق قد ايه في 10 دقايق؟ انا كنت مذاكرهم قبل كده بس انا من نوعيه الناس اللي هي بتنسى. فعشان كده دايما لو انت عندك مميزات وعندك عيوب، ركز على مميزاتك، ان انت تبتدي تزود مميزاتك، لان تزويدك للمميزات هيقلل العيوب اللي عندك. دي حاجه. دي نوعيه الفيديوهات الجديده اللي انا ببتدي انزلها متعلقه بالسيكولوجي وبالسايكوثيرابي شويه. الحاجه الثانيه، هبتدي انزل فيديوهات باللغه الانجليزيه، بس انا حاليا بدور على ابلكيشن بحيث ان انا لما اجي اتكلم باللغه الانجليزيه السبتايتلز تتكتب. بس مش معنى كده ان انا بقول لك ان انا جامد قوي في الانجليزي، لا. على فكره انا ممكن انطق كلمه غلط او ممكن اعمل ستريس على ساوند، المفروض ان انا ما كنتش اعمل عليه ستريس دوت. تمام، بس انا الهدف من دوت ان انا اشجعك زي ما انا بتكلم بالانجليزي. الناس اللي هي بتخاف انها تتكلم، خد الخطوه واتكلم، هو ده اللي هيفرق معاك واعرف عيبك. سلام.